ثم علم من السنة وحدثنا عن رفع الأمانة وذهابها. قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، زرعت في جذر قلبه الأمانة. ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، تقبض هكذا من غير أسباب منه هو سببها، هو المتسبب في قبضها، بدون سبب تقبض الأمانة، أو يكون قد تسبب في قبض الأمانة من قلبه، لأن كل شيء له سبب. الران الذي يغطي القلوب، الران كسب العبد، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم، هذا سببه العبد وليس بظلم من الله عز وجل. ينام 10 مثلا متساوي الأعمال من خير وشر، ثم تقبض من بعضهم دون بعض، كل إنسان مؤاخذ بما اكتسب. فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. جاء في الخبر الآخر: يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، والعكس، وهذا بسبب ما قدم وبسبب تعرضه لهذه الفتن. فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، باقي فيها أثر يسير مثل الوقت، مثل السواد في اللون الأبيض أو العكس. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه، يزداد من الذنوب والمعاصي والشهوات والشبهات، ثم تقبض الأمانة من قلبه فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل. أثر المجل غلظ الجلد من أثر العمل. لو وازنت بين اثنين، أحدهما يعمل بيده وبنفسه، والآخر مترف ليس بصاحب عمل، لا شك أنك تجد هذا جسمه ناعم ويده ناعم، أما الذي يكد ويكدح ويعمل بيده ويتولى الأعمال بنفسه، هذا لا شك أن جلده خليظ. يبقى أثرها مثل المجل غلظ. كجمر دحرجته على رجلك، لو أتيت بجمرة أو وقعت جمرة على رجلك، إما من المبخرة مثلا ولا شيء، ماذا تصنع هذه الجمرة؟ كجمر دحرجته على رجلك فنفض، انتفخ، فتراه منتبرا يعني منتفخا يعني مرتفع، وليس فيه شيء، ما في جوفه شيء. ويصبح الناس يتبايعون يعني السلع، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، لأنها سلبت في الغالب، سلبت من غالب الناس، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة. وهذا مع الأسف الشديد واقع كثير من المسلمين. من ينصح لأخيه المسلم إذا جاء المسترسل والمندفع الذي لا يعرف الأسعار؟ ينصح له، مثل جرير بن عبد الله اشترى الفرس ب300، لما باعه صاحبه قال: فرسك يستحق أكثر، اشتريه ب400. فلما باعه قال: لا، فرسك يستحق أكثر، إلى أن وصل إلى 800. كثير من الباعة يتمنون مثل هذا المسترسل، ويقول بعضهم إما بلسان مقاله وقد سمع أو بلسان حاله، يسأل الله أن يأتي إليه بلهجة العوام، يقول: يأتي إليه عميان قلب مفتح فيهم، يبي واحد بس خذ هات بأي ثمن يكون. هذا من النصح لكل مسلم؟ هذا غش للمسلمين، هذا الغش للمسلمين، وإلا النصح لكل مسلم غير هذا. الآن ما يحصل في أسواق المسلمين، لا سيما ما يتعلق بأمور النساء،
وقل أشباه النساء. إذا جاءت المرأة دخلت المحل وقالت كم هذا المتر؟ قال 100 ريال، يمكن ما كلف 10 عليه، ويحتج يقول لو ما أقول 100 ريال ما اشترت. وهذا واقع يا الأخوان، لو أقول ب20 ريال ما اشترت، تعرف أنه وسط. فكثير من الناس رجال ونساء يقيمون السلع بقيمتها، فإذا كانت القيمة مرتفعة فالسلع جيدة. هذا غش، تأخذ 5 أضعاف بأي مبرر؟ يعني حجته أن يقول لو قلت 20 ريال ما اشترت، كسدت البضاعة، نقول 100 ريال وتروح. صحيح هذا واقع كثير من النساء، لكن هل هذا مبرر لأن أخذ 5 أضعاف؟ أصدق في بيعك وشرائك، وليكن بيعك ضعيف بالنسبة لجيرانك وكسبك قليل، لكن شيء يبارك لك فيه. اليسير مع البركة أفضل من الكثير مع نزعها. يقول ويصبح الناس يتبايعون السلع فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة لسلبها، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا لندرته. الأمين نادر. ومن انتكاس الفطر وتغير المفاهيم وش يسمون صاحب القلب السليم هذا الأمين الذي نص عليه في الحديث؟ صحيح يرمونه بالتغفيل. هذا المحتاط لذمته ودينه في عرف الناس مغفل، نسأل الله العافية. ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، يمدح على ألسنة الناس. لماذا؟ عفريت، عاقل ذكي حازم. ليش؟ لأنه يضحك على الناس. هذا هو العاقل الذي يهتم للفاني ويترك الباقي. يا أخي ما نسبة بقائك في هذه الدنيا بالنسبة للآخرة لو أدركت حقيقة الأمر؟ ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. نعم، الناس يعجبون بهذا الشخص المخادع الذي لا يخدع، يعجبون به. ما عقله، ما أحزمه، ما أذهنه، ما أذكاه. إيش الكلام؟ بينما الشخص سليم الصدر سليم القلب يكون هذا مغفل. وما يدرون ما للبله عند الله عز وجل. وزيادة الحرص والاهتمام بل والذكاء في الغالب نقص في الدنيا غالبا وفي الدين أحيانا. يعني إذا جلست مجلس يضم 10-20 تجد هذا الشخص الذي يقال ما عقله ما أذكاه كم خرج من خطيئة لأنه ضحك على هذا وهمز هذا ولمز هذا، وذاك سليم القلب سليم الصدر يمكن خرج سالم ما عليه شيء. فينبغي أن يكون اهتمامنا منصب لما ينفعنا في الآخرة، لأن الدنيا مهما طالت فانية، والله المستعان.